النهارده يوم مش عادي علشان مطعم ليموزين فتح في المعادي، ومكانه بالتحديد في 25 شارع النصر جنب بافلو برجر. ويا بخت سكان المعادي بالخبر ده. هنصلي على النبي كلنا ونعمل لايك للفيديو وشير علشان اقدر استمر على خير. النهارده انا جيت المعادي علشان احضر افتتاح فرع مطعم ليموزين الجديد، وده الفرع الثالث ليهم بعد فرع مدينه نصر وفرع المقطم. وزي ما شعار ليموزين كوارع عند فته وانه حبيب الملايين، فانا واحد من الملايين اللي بيحبوا مطعم ليموزين، وليا تجربتين في فرع مدينه نصر هتلاقوا الفيديوهات على الصفحه. ليموزين طبعا مصمت ومطعم ملقب باشيك مصمت في المجره، لانه بيقدم اكل المصامت زي الكوارع والحلويات ولحمه الراس، وكمان اكل المطاعم المصريه زي المشويات والطواجن والفته وغيرها من الاكل المصري الجميل. يعني منيو كبير وعريض علشان تطلب كل اللي نفسك فيه، وكمان كل فروع وتصميمها جميل ومريح وشيك فعلا. من اول ما وصلت كانت الاجواء كلها فرح ونور وناس حلوه متجمعه بره وجوه المطعم، وكان الافتتاح عامل قلبان وفرحه في الشارع. هاخد واحده شوكولاته ترحيب كده من المكان واسخن واعيش الاجواء، وبعدين اقعد في الاخر بقى اشوف الكلام على ايه. اتصورت مع الحاج محروس صاحب المطعم ومصطفى ابنه وباقي الحبايب الموجودين هنا، وكنت مبسوط جدا باللمه الحلوه والناس الحلوه دي. كانوا عاملين تجهيزات حلوه وفي فعاليات كمان جميله، والمطعم كان ما شاء الله تبارك الله مليان من اول اليوم لاخره. قعدت وسلمت على محمد وطلبت من المنيو اكتر اصناف كانت عجباني في التجربتين الاولى انا وعمرو، بس للاسف عمرو ما كانش معايا النهارده، فهاكل ليا وليه علشان ما يزعلش. بس نزلت الاصناف واللي كان شكلها جميل جدا، طبعا رايي فيها معروف من الفيديوهات اللي فاتت، بس هشوف بقى هل في تطور مثلا علشان الفرع الجديد، ولا الطعم ثابت على وضعه برضه وجميل كالعاده. وعموما زي ما انتم عارفين انا مش بقيم حاجه، انا بنقل تجربتي الشخصيه ليكم من خلال الفيديو، وبعرفكم على المطعم والاصناف الموجوده، وباخد رايكم من خلال تعليقات. فهنشوف دلوقتي مع بعض الاصناف اللي طلبتها، وده المنيو برضه هسيب لكم كمان صفحه المطعم في التعليقات. وبسم الله هنسمي وندوق علشان الكلام يروح. هبدا بالميكس الرايق ده، طاجن العكاوي شكله على وضعه من المره الاولى. اخدت حته عكاوي كده وريحتها على الرز، والمعلقه الثانيه شويه البصل مع الصوص والبهاريز اللي كانوا في الطاجن دول، ونزلت بيهم على الرز برضه علشان اروق المزاج. اخدت اول معلقه تسخين كده رز مع البصل والصوص، واخش اغز العكاوي اللي كانت دايبه وافصصها بالشوكه، واخد معلقه عكاوي بالرز. بقول لك ايه يا عكاوي، تعالي انت تتاكلي كده من الاخر لوحدك علشان طعمك حلو، واخلي الرز يحصلك لوحده برضه. الطاجن بقى المفضل لقلبي واللي من اول مره دقته وهو معلم معايا، ولازم كل ما ازور ليموزين هطلبه. طاجن الرز المعمر بالحمام، حاجه كده زي القشطه، لا ده مش تشبيه، هو فعلا عليه قشطه سايحه مع اللبن الوش اللي فوق الرز ده، وحاجه اخر دلع. طعمه برضه على وضعه جامد جدا، الرز مستوي كويس كده مع اللبن والقشطه مظبوطه عليه. لاحظت بقى المره دي ان الحمام كان متقطع نساير كده او مخلي تقريبا، لانه ما كانش باين عظم كتير على العكس من المره اللي فاتت، كانت الحمامه باينه ومقسومه نصين في الطاجن. لكن بالنسبه لي المره دي احلى علشان اكل على طول من غير ما افصص. وكان طاجن الرز المعمر بالحمام حلو وعلى وضعه. دخلت بعد كده على الملوخيه واديتها تقليبه 100 100، ودن قطه في السريع وودي كمان ودن قطه علشان نسمع كويس الممبار بيقول ايه. عمرو كان حابب الممبار هنا قوي فطلبته علشان اكله له. اخدت ليا الاول ممبرايه كده تسخين، وبعد كده فصلت بمعلقتين سلطه في السريع علشان الدايت وكده، ورجعت بقى للممبار واكلته بطريقه عمرو. اخدت غطس في الطحينه، هو بيحب الممبار بالطحينه، ولقيت انه ميكس حلو، وانا كده كده بحب ذوق عمرو في الاكل، فاخدت الممبرايه الثانيه ليا بقى. اسف يا عمرو، ليك عزومه هنا عليا قريب. نشوف اللي بعده، واللي كان طاجن ورق عنب بالكوارع، وده كنا بنتخانق عليه انا وعمرو، وعمرو دايما كان بياخده ملاكي لنفسه، يا دوب بيخليني ادوق. المره دي فرصتي جات لي وهاكل منه براحتي، ورق العنب بقى لوحده او الكوارع لوحدها او حتى شوكه ميكس واسافر بيها زي الاكس. كان رايق برده كالعاده، بس كان ناقصه طشه الثوم فوق الوش اللي متعودين عليها وبتحلي طعم الطاجن ده. بس ما علينا، انا كنت مستمتع جدا بالاكل الحمد لله، وكان اليوم جميل جدا بالنسبه لي، وكان هيبقى اجمل الصراحه لو عمرو كان معايا. بس معلش قريب هجيبه اعزمه هنا او هو هيعزمني مش متاكد. المهم اننا هنيجي تاني كتير لليموزين ان شاء الله علشان نروق على نفسنا. وفي النهايه بقى اللي جرب الاكل في مطعم ليموزين في اي فرع من فروعه يقول لي رايه، واللي لسه ما جربش وناوي يجرب لما يجرب برضه يقول لنا رايه في تعليقات. واتمنى لكم تجربه حلوه وتبسطكم، ومع السلامه يا غاليين، اشوفكم في فيديو قريب وجديد.